سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خلنا أول شيء ننتظر دخول المتابعين. حياكم الله وبياكم متابعي الكرام. صفحتي توقفت قبل ساعتين تقريبا. دخلت في فيديو مباشر أتكلم على الأخ اليمني اللي انضرب في السعودية لأول مرة في التاريخ. كنا نسمع عنه بإهانات، عن السجن، عن ترحيل، لكن الضرب أول مرة، والسب واللعن والكلام اللي سمعناه اليوم. انتظر الأخوة والأخوات يدخلوا أول علشان أوضح لهم إيش حصل بخصوص الأخ اليمني جمال سنان. الأخ اليمني جمال سنان يمني مغترب في السعودية في حي الفلاح، مخرج 7 مقابل قصر الأمير. نديها بالتفصيل علشان يعرفوا الجميع من هو. الأخ اليمني جمال سنان في حي الفلاح في الرياض، مخرج 7 مقابل قصر الأمير. اعتدى عليه مواطن سعودي يقال انه امير، والله اعلم. ذكر انه امير. ذكر انه امير يعني. والاخ اليمني ذي بينتقدوا ليش ما تحرك، ليش ما سواه، وكان الشخص ذي ضربه وهدده كان ماسك المسدس. انتم سمعتوا، لكن نسمعكم مره ثانيه الذي ما قد سمعوا يسمعوا. نسمعكم كلام السعودي، الاهانه والسب اليمني، وبعد احنا نعلق على الخبر. توقف سيارتك عندي يا قحبه يا خنيت، انيك امك في قبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفه هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة، الحين يا قحبة، تحرك السيارة. انيك امك في قبرها. هذا السعودي يتكلم هذا الكلام اليمني. نسمعكم مرة ثانية عشان تسمعوا، ونعتذر على الكلام البذيء وعلى الكلام القبيح يصدر يعني من قبل السعودي، لكن نسمعكم مرة ثانية عشان تتيقنوا يا مؤيدين. توقف سيارتك عندي يا قحبة يا خنيت، انيك امك في قبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفه هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة، الحين يا قحبة، تحرك السيارة. انيك امك في قبرها. هذا السب وهذا الإهانة في يمني مغترب في السعودية اسمه جمال سنان، مغترب في الرياض في حي الفلاح. هذا الكلام. والإثبات نسمعكم الأخ جمال بنفسه. هذا يقول ماشي يمني، وهذا يقول كلام غلط، وهذا يقول تحريض. نسمعكم كلام الأخ جمال عشان تسمعوا وتيقنوا أكثر منه. هذا والله لا محمد الله وإلى ولي العهد سيدي محمد ابن سلمان سيدك حفظكم الله. لا تعرضوا للإهانة والضرب والقتل من قبل أمير بالمملكة العربية السعودية في حي الفلاح، وعلى دمع مشهد. فأنا لي الله أنتم بعد الله، فلا أملك بيدي شيء. سيدك. هذا هو الأخ جمال يتعرض للضرب في السعودية. الرسالة أول شيء بنوجهها إلى حكومة الفنادق، إلى حكومة الدشر، إلى الدشر. أبناء الدشر ذي ما عاد قطع فيهم قاطع. أمس ضرب في تعز، ومجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 شهيد، نساء وأطفال ورجال وكبار صغار. شو سمعتوا مسؤولين الشرعية انتقد ولا تكلم ولا تحاكى؟ أنا الفيديو الآن أسجله من صفحة الأخ وضاح الحميدي، لأن صفحتي توقفت. أنا سجلت فيديو مباشر قبل ساعة ونص وساعتين، ووقفوا البث المباشر وحضروا صفحتي، وقفوني من النشر ومن الرسائل ومن كل حاجه. فاضطريت اني اسجل من صفحه الاخ وضاح. الاخوه ذي بيسالوني يعني ليش ما سجلت الفيديو المباشر بصفحتي. رساله الى حكومه الفنادق، الى حكومه الدشر، الى حكومه الصعاليك، بهذا الجاه. عزوا انفسكم يا دشر يا ابناء دشر. هربتوا من اليمن بحجه الشرعيه تدافعوا عن الشعب اليمني، الان نقصف، نضرب، نهتان، يسبوا امهاتنا، حريمنا، نساءنا ذي في القبور، ذي عاد حيات وذيهن ميتات، يسبوا هكذا. يسب اليمن، يقول لها انا افعل في امك في قبرها، يسب امها لا قبرها. ايش عاد معنا من شرعيه؟ ايش عاد معنا من رئيس هارب؟ منتو له حق عزايم وحق اكل وحق رقصات وحق دعاره وحق سكر وحق حشيش. يا سكارى يا طراطيل يا دشر يا ابناء دشر، اسمحوا لي على هذا الكلام ثار دمي. والله لا قدرت ارقد ولا قدرت اكل ولا قدرت حتى اسنب سنابه. رجيلي يرتجفين وقلبي يرتجف وراسي يرتجف ويدتي يرتجف. هكذا اصبحنا نهتان.
نضرب في بلادنا ونضرب في بلادهم. يا حكومة الدشر صالح الصماد أمس في كمران، وقبله في ميون، وقبله في تعز، وقبله في كل مكان، يعني وأنتم جالسين مثل المرملات دي عادة قتل زوجها ولا ما زوجها داخل البيوت. بهذا اللي جعزوا أنفسكم. يا تكلمتوا كلام رجال يا دشر، يا أبناء دشر، يا تكلمتوا كلام رجال، يا عزتوا أنفسكم من السعودية، أو تنازلوا عن الحكم ذاك تتكلموا واحنا شرعيه باي حق شرعيه. والله لا عد لكم شرعيه، ولا عد لكم مكان في اليمن، ولا عد لكم مكان في قلوبنا، ولا عد لكم شرعيه في البلاد نهائيا. طبلوا ذي طبلوا لكم، وايدوا ذي ايتوا، وقتلت الرجال في الجبهات علشان عبد ربه، علشان النايم ابن النايم، وعلشان حكومه الفنادق، حكومه الدعاره، حكومه الصعاليك. قتلوا الرجال في الجبهات، ويتمت النساء، ويتمت الاطفال، وترملت النساء، الأمهات الثكالى بالآلاف، النازحين بالآلاف على شرعية عبد ربه. والآن نضرب نهتان، يسبون نسائنا، ينتهكوا أعراضنا، يلطمونا، يضربونا، ولا حدا منكم انتقد حتى بكلمة واحدة. اطلعوا حتى بتقرير واحد بس، انتقدوا حتى القصد اللي حصل أمس في تعز، انتقدوه، تكلموا بكلمة واحدة بس، انتقدوا القصد اللي حصل أمس في تعز، قولوا يعني عن نرسل بعثة، عن نرسل تحقيق، لكن ولا كلمة، لا كلمة ولا انتقاد ولا بيان بأي حق يعني شرعية. أقسم بالله ما لهم أخواتنا في الجنوب إذا حاربوكم وإذا حاصروكم وإذا طردوكم من الفنادق، لا عد لكم يعني إعادة، لا عد لكم شرعية، لا في الجنوب ولا في الشمال ولا على أرض اليمن، ولا عد لكم يعني رجوع. بأي حق تكون شرعية، بأي حق شرعية، ونسائنا تقصف، يعني رجالنا يهانوا ويضربوا. شفتوا كيف الفيديو كان بيهين اليمني ويلطمه ويخرج الدم من يعني من وجهه. بأي حق عد لكم شرعية. لا رسالة ثانية إلى الأخوان اليمنيين والأخوات بذا الجاه، لا عاد حدا يطبل ولا عاد حدا يقول شرعية بهذا الجاه عليكم. أنتم شفتم أمس النساء تندب، النساء يعني أمس الأرامل، الأيتام، الثكالى، الآباء، الأمهات في تعز تبكي وتعزي وتندب من طرف تعز لا طرفها. في المجزرة دي حصلت أمس، وهم في الرياض أمس في الأعراس يرقصوا على الشيلات ويدرسوا ويشربوا وياكلوا الكباش قدامهم. في تعز ما لقيوا شربة الماء، بيمسكين النسوان 10 ساعات طابور على الوايتات، لا ما يشربوا حبة ماء ولا يبذلوا مدبة ماء. وهم أمس القهوة والعطور، عطور العود والثواب الدفاه، وقدامهم جمال على ما هي، ياكلوا والباقي يضربون القمامة والزبالة. الله يكرم السامعين. واحنا في اليمن ناكل خرا ونقصف ونهتان داخل البلاد ونجوع ونموت ونشرد ونلجأ، وهم في السعودية ياكلوا ويشربوا. عاد هذا حكومة؟ لا عاد طبلوا لهم، انتم ذي طبلتوا لهم. دوروا لكم ناس ثاني ذي توالوهم، وذي تختار لكم حزب ثاني، اختاروا لكم يعني رئيس ثاني، اختاروا لكم شرعية ثانية، ذي يعني يعرفوا بسمعتكم. الدول الأوروبية ولا الدول الأخرى لو ما غير واحد يقتل، قتل يعني واحد يعني أوروبي في مصر قبل 3 أشهر، قطعت العلاقات مع مصر، وقع يعني قطعت العلاقات مع مصر، واحنا نضرب نهتان، يسبونا ينيكوا عارنا مثل ما بيقولوا في الفيديوهات السعوديين، يسبون ولا داخل قبره، وانتم ولا كلمه ولا كلام. لعنه الله عليكم وعلى ذي عد ما يأيدكم وعلى ذي عد ما يعترف انها شرعيه. قرحت قلوبنا يا طراطير، يا ابناء الطراطير. ذي في السعوديه يهتر ويرحل، وذي في اليمن يقصف، واحنا في امريكا لا قدرنا نسافر، علينا حصار قد احنا بنتكلم، لا قدرنا نسافر، لا عد طيران، لا عد بحر، لا عد جو. لي 4 سنين من السفر ما قدرت اسافر، ما علي من السفر، انا اجلس حتى 20 سنه قدوا يموت واحد، يموت 10، يمنعوا من البلد حتى 200 ولا 1000، ولا نجلس هكذا نهتان. صلحوا لنا حل، صلحوا لنا حل. ورساله لعلي عبد الله صالح، كفى يا علي عبد الله صالح، كفى من البلاد، شمتها البلاد والعباد. لك يعني 30 و40 سنه من سبتمبر وانت يعني تحذر من الكهنوت، تحذرنا من الامامه، وهكذا شي دخلتهم لا كل بيت ولا كل قريه ولا كل عاصمه. والحين تجي تقول لي مصالحه وطنيه بعد ما انتهكت الاعراض ودمرتوا البلاد والعباد انتم الحوثيين. تعز تئن وتون، ذي ما يمشي بطائره التحالف يموت برصاصه الحوثي، ذي ما يمشي برصاصه الحوثي يموت من الجوع والعطش. استحوا على انفسكم، استحوا على انفسكم، الله يلعنكم ويلعن ذي رشحكم ويلعن ذي يداكم ويلعن ذي رئيسكم. لا عاد رئيس ولا عاد زعيم ولا عاد سيد، عزوا انفسكم من البلاد، بهدلتوا بالشعب هذا المسكين. من يوم قامت الثوره سبتمبر واكتوبر وجحر الحمار، حرام وطلاق من الدنيا ما شفنا الا الاهانه والذل. اليمني يمنع
من دخول الصومال، اليمني يمنع فيه من دخول الامارات، اليمني ممنوع من دخول دبي، اليمني يفتش، يوصل اليمني الى مطار القاهره قالوا على جنب يا يمني، يفحصوا دمه يدوروا يشبه المرض علشان يرجعوه اليمن. يفحصوا دم اليمني، يفحصوا فحص في مصر عشان يقولوا اذا انت يمني تعال على جنب دخلوا غرفه واحده. يفحصوا على اصل العرب، يقول اصل العرب واصل التاريخ واصل الحضاره والشعب ذي تاريخ 10,000 سنه. يفحصوا دمك يدوروا انت يمني على جنب، انت يمني على جنب. يفحصوا دمك في مصر وفي الاردن علشان يدوروا اذا انت مريض. من كثر المرض ذي فينا والجوع والبهدله والحصار صار يفحصوا دمانا. اذا انت يمني يرجع من المطار يرجعوا ابوه، انت يمني يرجع. جالس تمكن الحضاره والتاريخ، يلعن ابوها من حضاره اذا ما عزتنا، ويلعن ابوه من تاريخ اذا ما شرفنا، ويلعن والد والده من زاد ايد ولا الطب الزعيم ولا سيد ولا الرئيس وقعوا رجال. جاوع انت ما بتلقاه، حذاء اشتاك كلها بظلي من الزباله، لا زباله وطارح لي صوره عبد الملك هلا في جبهتك. جالس لك يعني سنه ما دفعت الايجار ورافع صور عليه عبد الله صالح. قعوا رجال بنوا دوله سواء، بنوا دولة سواء تقرحت قلوبنا. قاعدين تحبل الحمير وتحبل التيوس من كلامكم يا اليمني كلكم. والله العظيم لولا تطبيلكم علي عبد الله وعبد الملك وعبد ربه ما اهتن يمني في السعودية ولا ضرب يمني ولا سجن يمني. أول أمس يمنية بتناشد من داخل السجن في جدة تقول لي يا خرجتوني يا تبعت قضيتي يا انتحرت. لها 2 سنين في السجن، لا فتح عليها، صاروا أهلها، صاروا ربعها، صاروا أخوانها، صاروا الناس كلهم يدوروا حالتها إلا الشرعية حقنا، إلا حكومة الفنادق، إلا السفارات حقنا، إلا القنصليات. كل ما صاروا له هناك ما حدا يدور ولا حدا يفتح في وجهها. أقسم بالذي لا إله إلا هو إن عندي مواضيع لأخوات يمنيات يغتصبن داخل السعودية، يغتصبن داخل السعودية، وإنهم مهددينها من الكفيل. يمنية هنا بنشر قصتها ونشر قضيتها، تتصل لي وهي تبكي دم. اشمش يا اختي قالت الكفيل هددني، دخل يا عم ما تفتشي، وزوجها شغال معه فوق السياره يقول له يا عم ما تفتشي وترسل لي صور ولا والله اسجنك واسجن ابوش، والله امسح بكرامتي ارض يا يمنيه. اصلا انتم ما قبلكم لا حوثي ولا قبلكم عفاش ولا قبلكم احد، انت يمنيه ما انت بشيء. تشتي تجلسي في بلادنا هنا مكني من نفسك وانا اعمل لك يعني كفاله تاكلي وتشربي 5 سنوات انت وزوجك. واتصلت تبكي تقول لي خرجوني لا بلدي ارجع اشحت، خرجوني لا بلدي ارجع اشحت، ارجع اكل حذيف في الشوارع، ارجع اكل من الزباله. جالس يقول لي يا عم مكنتيني من نفسك، يا عم وصلت ابوش للمحكمه انكم كذا وانكم مخالفين وانكم حوثه وانكم ما كذا كذا كذا. هذا نسوانا. كفاكم تطبيل بذا الجاه اليمني المؤتمريين الاصلاحيين الحوثيين بهذا الجاه. عاد حيال ذي بيدافع على في الحدود هانه تحذيه وحذي امه ذي بزته وذي رضعته وذي حملت به، لكن ذي في الجبهات ذي داخل البلاد وذي في السعوديه والله انكم دشر ابناء دشر. لله 3 سنوات وحنا نقتل يا شرعيه الفنادق، 3 سنوات يا علي عبد الله صالح. اليمني في السعوديه بيهينوا كرامته، بيدعسوه، بيدعسوا اليمني دعس. شفتوا الفيديو لما بيقول له انت يعني والله لا افعل في امك للمقبره، جزني بامه للمقبره، يقول كذا اليمني يعمل بامه ويضربه ويلطمه. ايش عاد نسوي بعدها؟ لمن نلجأ؟ كفوا التطبيل، كفاكم تطبيل. هذا من جهتي يا ابو علي. عش عندك حاجه اتكلم قد حلقي يابس. كفيت وفيت ابو خليفه والله قد حلقي يابس والله. ولا شفنا اي واحد، كلهم مؤيدين واغلبهم لا يقولوا قد كنت اتكلم بلسان 25 مليون. ايش عاد احنا ما نضيف 25 مليون مهتان، 25 مليون مطبل، 25 مليون جاوع. لا عاد على اذكر تاريخ ولا حضاره، اذكر تاريخ وانت معزز ومكرم في بلدك، اذكر تاريخ وما انت شي موالي، اذكر دويلات من دول الخليج، دولة يعني ما تساوي شيء كيلو متر ومسيطرة على القرار في الأمم المتحدة لأنه عزت نفسها بحكامها بمواطنينها. دول الخليج عزوا أنفسهم وإحنا 10,000 سنة تاريخ، وإحنا حمير وإحنا سبأ وإحنا جحر الحمار الداخلي. عزوا أنفسنا وكفاكم تطبيل. قطة الخبر والسلام عليكم. لا عش عندك حاجة وبعد تتكلم. لا عفي الله كل خير. أنا أتمنى من الأخوة والأخوات إنهم يشاركوا هذا المقطع، حملوا المقطع، انشروا في الجروبات، انشروا بالصفحات، انشروا وصلوا لحكومة الفنادق والدشر والصعالق حق الفنادق. يعزوا أنفسهم، يعزوا أنفسهم، يرجعوا لبلادهم. لا عشي في أبدكم كرامة يا دهج يا أبناء الدهج، رجعوا البلاد، رجعوا إلى البلاد، تصالحوا وشكلوا حكومة واحكموا، احكموا، اسرقوا، انهبوا، اثروها وكل شيء لكم. المقطع زد عرضه وخلصنا. يلا هذا مرة ثانية، هذه دخلوا متأخرين. شوفوا هذا الكلام كله. توقف سيارتك عندي. مرة ثانية نرويكم
ذي دخلوا متاخرين يسمعوا الكلام. هذا الفيديو لسعودي يسب ويهين ويضرب يمني في الرياض. اسمعوا الكلام مره ثانيه. هذه دخلتوا علشان تاكدوا مره ثانيه. ما عارف انا. توقف سيارتك عندي يا لحبه يا خنيت، انيك امك في قبرها. تفهم الشيء ذا؟ البيت ذا ما توقفها هنا. حرك السيارة الحين يا قحبة. الحين يا قحبة تحرك السيارة. انيك امك في قبرها. يفعل في امه لا قبرها. هذا واحد سعودي قال انه امير والله اعلم، لكن احنا نسينا. المقطع ذكر انه امير نفس الله اعلم. المهم احنا نطالب الحكومه السعوديه، ما ذكرنا شيء الحكومه السعوديه، لن نسيء ولا نتكلم حفاظا على اخواننا المغتربين عدوا منكم على مشاعرهم. الحكومه السعوديه في السعوديه ضروري ما يلقوا القبض على هذا المجرم، على هذا الكلب ذي اهان وضرب اليمني. نطالب الحكومه السعوديه لا بان يعني نسب ولا عبان نتكلم، تعبنا نشتيكم، نبغاكم على كلامكم علشان تفهموا، نبغاكم تلقوا القبض على هذا المجرم ذي اهان اليمني وضربه وسب امه، والا بعدها نبدا تحريض، بنحرض تحريض وتقول حتى يعني لا عاد نتكلم. والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.